نواقض الإسلام 10 أتت وفي رسالة الإمام ثبتت. أولها الإشراك وهو من جعل لله ندا بئس عبدا إن فعل. عجبك ما عجبك أمشي أفتح عليك بلاغ في الشرطة. في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب، حواشتين سوا. الكلام ده صح ولا ما صح يا شيخ حامد؟ بس بينادي تجمد ولا ترس واحد فيهطل المطر هنا لأنك دفعت البياض، وتحرم أنت وما بينهما إلا السرابة. والله نحن جيناك ودايرين مطر، اللي فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهبي تسأل الله وبرضه ما بيديك مطر. والثاني ناقض بإجماع حصل من يتخذ وسائطا إذا سأل. والمخلوقات يقولون من يتوسل، هو يقصد المخلوق ويتوسل به لله. توسل به لله وسيلة، حبلي يوصلك بالله، هذه وسيلة لله، فالمقصود هو الله. ثالثها من لم يكفر مشركا أو شك في كفر الذي قد أشرك أو كان راضيا به فقد كفر وكذب الكتاب أيضا والخبر. فرعون يكون مات مؤمن؟ الله أعلم، لا أصل ده أمر غيبي. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الرابع اعتقاد هدي أكمل أو مثل ما به أتانا المرسل. وجوهرة الكمال، وقال لي صلاة الفاتحة دي بتعدل من القرآن 6000 مرة، المرة الواحدة قراءتها بتعدل من القرآن 6000 مرة. وش هي صلاة الفاتحة؟ اللهم صل على محمد الفاتح لما ثم جوهرة الكمال. جوهرة الكمال دي لا تقرأ إلا بطهارة مائية، يعني ما تقرأها إلا بطهارة مائية، طهارة ترابية لا، يعني مكانتها عنده، ودي تعدل كل ذكر ورد في الكون. والخامس المبغض للهدي الذي جاء به الرسول فالكفر جلي. اعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ السادس استهزاؤهم بالدين فرتل التوبة للتبيين. الكثير. ومعنا أول اتصال من الأخ طائع المطوع، تفضل يا طائع. لقد وقعت في كبيرة من الكبائر يا شيخ زعتر ولن يساعدني أحد غيرك. بالأمس كان هناك خطاب لولي الأمر ونمت ولم أحضره، فهل علي كفارة في ذلك؟ وهذا لأنك لا تسمع وتطيع. ألم أقل لك أن كل الشر في أنك لا تسمع وتطيع؟ لقد قال ولي الأمر ومعنا. تابع السحر ومنه الصرف يرضاه أو يفعله والعطف. صاحب كتاب شمس المعارف الكبرى، فاعتقادي فيه أنه ساحر. على أي حال البوني كان وليا، ولكن كان يعمل في السحر على مذهب من قال، وهذا المذهب لا نوافقه عليه، على مذهب من قال يجوز استعمال السحر في الخير وعدم استعماله في الشر. جملة أصالتها علاجنا القديم الذي كان عليه سلفك على اسمك واسمك. وش في هذا سويك على اسمك واسمك؟ وش فيها شيء منع، فيها شيء ضرر؟ يكتب لك حروف مقطعة بحجاب مثلا، وش في هذا إسراء؟ الثامن الذي أعان من كفر على الذي به الإيمان قد وقر فظاهر المشرك ظلما ونصر ومن تولى كافرا فقد كفر. الذين أشركوا دول اللي هم الشيعة، الله جبتها منين؟ ما عندوش دليل. اللي بيحصل الآن الواقع اللي احنا شايفينه النهارده ده بيؤكد أن هذه الأمة ستجري عليها سنة الاستبدال. أنت تريد منه أن يكون سلفستك وهو مش هيبقى سلفستك، فبقى الكفر ربط ما بين جنس الفرس عموما وبين سلمان الفارسي. فتطلع انت حضرتك دلوقتي يطلع لك واحد متنطع سلفستك. سلفستك يعني ايه؟ يعني سلفي فيك، مش سلفي اصلك. مثال بالقرضاوي الذي احبه يعني. فما بالك بقى لو رحت لك الناحيه الثانيه وقلت لك مثلا رسلان الذي لا احبه اصلا، او السديس، او معرفش مين هيئة كبار العلماء كلهم على بعضهم كده، او يطلع بقى بعض المتنطعين السلفستك اصحاب السلفيه المضروبه الفيك ويقول لك لا 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 إيه هو انت بتحاول تربط ما بين سيدنا سلمان الفارسي وبين
الشيعة بتوع اليومين دول، هو في الحقيقة السؤال المنطقي: ما دليلك يا داعي العلم يا سنكوح؟ ما دليلك؟ تاسع اعتقاد أن للولي الخروج عن شرعة أحمد النبي. عشان كده هم ذاتهم بيبرروا. شوف التبريرات، الناس الشغالين الشغل ديل بيبرروا، بيقولوا شنو؟ بيبرروا للكلام ده وما يتكلموا به للناس. بيبرروا بشنو؟ بيقول لك ده اسمه علم الحقيقة. الشغل الضلالات دي بيقول لك ده علم الحقيقة، في ظاهر وفي باطن. عديل بيقول لك في ظاهر وباطن، في علم الظاهر وفي علم الباطن. احنا بنشتغل بالباطن، الشيوخ ديل الناس الواصلين ديل بيشتغلوا بالباطن، والناس العوام بيشتغلوا بالظاهر. اذن علم الحقيقة ده اسمه علم الحقيقة، حق اليقين، عين اليقين، العلم اللدني، علم المكاشفات، ده التسمية وده زخرف القول، ده تلمع للمدسوس والضلال والكفر والشرك. ده بيلمعوا لك بطريقة زي ده، بيلمعوا لك علم الحقيقة، بيلمعوا لك العلم اللدني، علم المكاشفات، علم الأسرار، سر وجهر. بيقول لك وعلم الحقيقة من أباح بسره. شوف الشغلة ده واحد منهم. علم الحقيقة من أباح بسره للغير. انتوا ده الغير لأنه ما عارفين علم الحقيقة، كلكم ما عارفين علم الحقيقة لأنكم بقيتوا غير. يعني علم الحقيقة من أباح بسره للغير أهدر ماله بعد الدم. لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. شوفوا الشغلانية دي، شوفوا الراجل ده صليط لسان ولا ما صليط لسان. ده مزخرف بتاع قول باشتراك مع عالم الجن والشياطين. فعلا هذا الرجل الذي ألف هذه القصيدة رجل شيطان من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الإنس يتعاون مع شيطان من شياطين الجن عشان. العاشر الإعراض عن دين الصمد. في السجدة البيان حقا قد ورد، لا فرق فيها بين جد أو هزل أو خوف غير مكره فيما عمل. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن الدين كليا، لا ينشئون مدارس دينية أو للغة العربية. التعليم كله تعليم علمي كما يقولون، أو اللغة الأجنبية. كل الاجتهاد وكل البذل في تعلم العلم وتعلم اللغة الأجنبية، والدين لا يتعلم، فضلا أن يعمل به. كيف يعمل به وهو لم يعلم؟ إذن الواجب أولا لنكون مسلمين أن نتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلم ولا يعلم ولا يدعو إلى ذلك. تعلمه وتعليمه وديدنه حول اللغات الأجنبية وحول ما يسمون بالعلوم. هؤلاء أعرضوا عن الإسلام كليا، اكتفوا من الإسلام بشهادة الميلاد، الديانة مسلم، هذا يسمى الإسلام الرسمي. أما الإسلام الحقيقي أن تتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا العلم الذي هو فرض عين. العلم علمان، فرض عين وفرض كفاية. ما يصحح عبادتك، ما تعرف به ربك ودينك ونبيك، وما يصحح عبادتك لربك ومعرفتك لنبيك، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يسع أحدا ترك ذلك. الإعراض عن هذا العلم الذي هو فرض عين يعتبر ردة، لأنه أعرض إعراضا وترك، وكيف يعمل بما ترك وعرض عنه؟ أما التوسع في العلوم الدينية وخصوصا في باب العقيدة لمعرفة الشبه التي تعرض على طلاب العلم حتى يستطيع أن يرد الشبه عن الإسلام شريعة وعقيدة، هذا اسم من العلم فرض كفاية. وجد في المسلمين أفراد من العلماء تبحروا وتمكنوا وعلموا كيف يردون الشبه، سقط الإثم عن الآخرين، وإلا يأثم الجميع. هذا معنى فرض كفاية. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به،
والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. كثيرا ما تدعو الناس إلى الدين فيقول نحن مسلمون لسنا بكفار، ولكن نرى أن نستعمل الأدلة العقلية لنجمع بين المعقول وبين المنقول، هذا في باب العقيدة. يقول نحن لا نكفر بالقرآن كفرا، ولكن نرى إن أدلة القرآن ظنية غير قطعية